السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهارده كنت ماشية في الشارع وعلى غير العادة أنا مش باركّز أوي من الأصوات ولا إيه اللي بيتقال ولا إيه اللي ما بيتقالش، بابقى ماشية لإن دايمًا الإنسان بيبقى بيفكّر في حاجات كتير بتبقى أقوى أكتر من أي صوت هو بيسمعه، بس كان في صوت عالي جدًا لأم كانت بتزعّق لأولادها بصوت عالي جدًا، فحرفيًا أنا يعني انتبهت جدًا، كانت بتقول لهم إيه: "ربنا ياخدني عشان أرتاح منكم." فأنا سمعتها وافتكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث إيه؟ صلّوا عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضُرٍ أصابه، الرسول بينهانا إن إحنا نتمنى الموت لو في ضُر أصابنا، يعني أي إنسان عنده مشكلة، عنده ابتلاء ما يتمناش الموت. طب وإن كان لابد فاعلًا فخلاص، لو أنت خلاص فعلًا شايف إن الموت هو ده الراحة بالنسبة لك ومن وجهة نظرك أو من وجهة نظرِك، لإن الابتلاء كبير وعظيم، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وأمتني ما كانت الوفاة خير لي. يبقى ساعتها لو خلاص يعني إحنا فعلًا بنتمنى الموت، فنردد بقى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال، نحفظ كده ونقول: مين قال لك إن الموت فيه راحة؟ مين قال لِك إن الموت هيكون هو الراحة؟ الله أعلم. بيُقال إن يعني أحسن الناس من طال عمره وحسن عمله، تمام، اللي بيكون عمره طويل وبيعمل فيه عمل خير يقرّبه من ربنا. يبقى دايمًا لمّا هنيجي ندعي لو خلاص الدنيا ضاقت بينا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني ما كانت الوفاة خير لي، تمام. يبقى كده إحنا يعني هو الرسول ما نهاناش خالص إن إحنا ما نتمناش الموت، بس الصيغة نفسها، لإن ما حدش عارف إذا كانه فعلًا لو مات هيرتاح والّا لأ، هل إلى جنة والّا إلى نار؟ هل الحياة كل أمّا هنعيش فيها هنعمل حسنات فنكفّر عن ذنوبنا ونزوّد من حسناتنا ونتقِّل ميزاننا فندخل الجنة إن شاء الله وبإذن الله، لإن الجنة هي الراحة. لو إحنا ضامنين إن إحنا هندخل الجنة، فإيه المانع إن إحنا نتمنى الموت بس؟ ما حدش ضامن. فنحفظ الحديث بقى ونعمل بقى للجنة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يا رب يسعد حياة الناس كلها، ويا رب يبعد البلاء والابتلاء عن كل الناس. يلا نصلي على النبي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.